كابتن اقفل الموبايل، انا هسجل. ها والله ههينك. اذا اعزائي نبتدي الحلقه بعد ما اتكلمت مع الاخ وراه في الخلفيه ان هو ما يطلعش صوت من الموبايل. بقول لك ايه، انا مخنوق والله، انا ممكن اقوم اضرب 10 دلوقتي. انا حذرتك اهو. انا تعبان وعندي برد وعمال اعيا والدنيا عماله ايه، برد ما بيروحش تقريبا، يعني البرد بيروح وبيجدد اعارته مره اخرى من نادي اشبيليه، نادي الاتحاد الدولي الرئتي تقريبا. وعذرا بقى على كحه الراجل التسعيني اللي بيشرب بانجو دي، بس يلا لايك شير سبسكرايب. قدر والله ان انا تعبان مش اكتر، انا والله انا عارف ان انا يلا يلا مش لازم بقى ترهات العقل الباطن دي. ابتدي يا ابني. النينجا تيرتلز واقعين في مشكل. النينجا تيرتلز واقعين في مشكل. مين راح يحلوا دي؟ يحلوا ايه العته اللي كان بيحصل زمان ده؟ ويقول لك دلوقتي المحتوى عبثي اكتر. ما هو والله بص، هي على مدار هي من امتى وهي ما كانتش عبثيه؟ يعني انا عاوز حد كده يقف لي على نقطه يقول لك هنا ما كانش فيه عبث. اكيد بيعبث في الكلام. التالي هل انت تعرف تقول ده؟ شايف خطي بعتلي في الشطة مترنجات أستاذة فتكات لابسة هو ايه التشنجات؟ اللي العب لي في شعري بصراحة حركت مشاعري وأنا شاب كفاءة. ده تشنجات ده صرع ده ولا يا أخت؟ مش من المتيعة ما تحلك بقى، ده أنا دق في حماس في الرقص ده. لو موجود الحماس ده عندي في حياتي والله كانت اختلفت والله. انا شفت محمد علي، والله محمد علي. ده محمد علي بجد؟ يعني طب يا نهار، هي وصلت للدرجه دي؟ يلا كانوا بيدوروا عليك الفيديو فاتح حاج محمد علي. حاول بقى ايه، المماليك هتظهر محمد علي وياجوج وماجوج وعن ايه، هتبقى سلطه بالزبادي. انما ايه ما اقولكش، شويه خل كده وتوم. ايه القرف اللي بقوله ده؟ يلا كده انت عندك مشاكل، انت مجنون، انت بتنسى كل حاجه. انا حاسه ان انا بتعامل مع شخص عنده شيزوفرينيا. انت لازم تتعالج. ايوه لازم تتعالج. انا تعبت. والله تقول لك في الاخر انت مش مهتم، يعني انت قاعد في كل ده في الاخر تقول لك انت مش مهتم. ام جاست كارف. اهلا وسهلا بيكم، ورجعنا لكم النهارده مع شخصيه جميله جدا. عرفينا بحضرتك. شهد اسامه. هو ايه ده؟ ايه الخط اللي في الشخصيه؟ شخصيه ماشيه على خط درامي، في خط طويل قوي في الشخصيه. ده تاتو صح؟ تاتو. وايه يا استاذ انت بتتكلم كده؟ انتوا في ايه؟ اهلا بيكي، انت منين بقى يا نجمه؟ تجمع بس اساسي مش بني سويف. احلى ناس في الدنيا واطيب قلب في الدنيا. احسن حد بيعمل اوتفيت في بني سويف. ده ايه ده؟ طالع بالسنتيانه ولا ده قميص نوم ولا ده ايه؟ في عبث بيحصل ورا الكاميرا انا واخد بالي منه والله. لو ما بطلت عبث لا اقفل التليفون ماما. توك النهارده قبل ماتش ريال مدريد. هو انهي ماتش ريال مدريد؟ يلا جايب لكم لعيب جديد. تعالوا. مش بلينجهام ولا مندي ولا فينيسيوس ولا كافامينجا. ده مين ده؟ لا كمان لا حتى روديجر. هو احنا ناقصنا انشيلوتي وكورتوا، وهنروح نلعب احنا الشامبيونز ليج مكانهم، نجيبهم هنا يلعبوا جمهوريه شبين. اوقع ايه ده؟ يا نهار اسود. طب ايه اللي انا شفته بقى؟ انا يعني انا ايه المحتوى وايه الدنيا وايه الناس يا نهار ابيض. لا يا عم كده اول ما سمع كريم بقى ما تنشفش دماغي بجد والله. لسه فاكرني بعد ما ظلمتني وبتقول انك انا حاطه لك ميه في البئر؟ حقك عليا، ده انا عاملهم لك بايدي كده. بايدك والله الخوف من ايدك يا اخويا. لا انا مش شايف. ما نرجع بس معلش حضرة المشاهد. بايدي كده بايدك والله الخوف من ايدك يا اخويا. جوزك حاطط لك سم؟ جوز بنتك حاطط لك سم؟ جوز بنتك؟ انا ما شفتش بنتك. جوز بنتي حاطط لي سم؟ لا يا ام عمر، لا مش حاطط لك سم. ماشي. هو في حاجه عملت ايه؟ يا اخو عمر ولا لا يا ام حبيب عمر قلبي مفيش حاجه. الظهر السكر عالي عليا فعايزاك تدوق معايا. اتفضل.
بس قبل ما تدوق يا عمر يا حبيبي، انا بدلت الكنافه بالبسبوسه. بدلت الكنافه بالبسبوسه، وانا بدلت الهريسه بالمهلبيه، واللبن بقى جبنه. والله اللبن بقى جبنه. التالي اللي انت نفسك تعمله يابا يا جدو، بس دي هتوصل للدرجه دي والله. ابقى جدو كده. انا خلصته. هو ريحته وحشه ولا ايه يا حاجه؟ لا يا جدو شكلك لئيم يا جدو. والحلم اللي انت بتحلمه يابا انا هرجع جدو. التالي يا جدو. هي مش كانت الهدايا رقصات بتطلع؟ ايه ده؟ فازلين زنجي، هي دي الهدية زنجي. يا نهار اسود. هو برضه الهدايا بقت تختلف عن زمان. يلا اللي بعده. نشوف حل الموضوع ده عشان انا بصراحه جبت اخري. لو سمحت في قطط عندكم فوق عامله دوشه مش عارف انام. معو انتوا عيبتوا ده، انتوا شكلكم عماره مجانين كلكم. انا هطلع على اخر الدنيا فوق. يلا يا ابني. ايه ده في ايه؟ معو ايه؟ هو انا ليه مش حاسس انت جايب واحد هندي بجد والله حاسسكم قلوب بجد يا استاذ كهربا. كيف اتقنت هذا الدور؟ يا نهار ازرق، انت رحت الهند بجد؟ ايه ده الحاجات دي فين يا كهربا؟ ماشي نايس كونتنت باي ذا واي. الواد ده انا بحبه فشخ. اتفضلوا يا اساتذه. احب يا باشا اقدم لك الوجه الجديد، القنبله الانسه رشا. اوبا يا نهار ازرق. عملنا لك كده يا باشا حته هو مش عايز اقول يا ريتني كنت رشا، بس مش ايش عارف فاهم. انتوا بتعملوا ايه؟ وايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ على السريع علشان تعيشك جوه المشهد. لا ايوه كده يا وديع. والنبي انا اللي ايوه كده يا وديع. صرف لي الكاميرا بعيدا عن الخر اللي بيحصل ده. ايه القرف ده؟ التالي الكباريهات اختلفت قوي عن زمان. هو مش كان زمان ستات اللي بترقص؟ ولا الدنيا جرى فيها ايه؟ انت بتعك كده ليه يا معلم؟ هي الناس اللي قاعده ورا ودافعه فلوس دي مبسوطه باللي بيحصل؟ انا مش فاهم. تشنجات. التالي جوجو مالك يا عمر؟ مالك يا عمر في ايه؟ هنجيب عشان جوجو. نشيل الفيديو بتاع عمر ده بتاع عصام صاصه اللي هو لابس فيه بينك. نشيله مش عاوزه. في واحد دلوقتي مشلول حاطينه على كرسي متحرك كده، نخرجه بره الحلقه عشان مش. تعمل ايه في الفالنتاين؟ ايه؟ تعمل ايه في الفالنتاين؟ انا ما نعرفش على البلطنطاين اللي هتقوليه. البلطنطاين دي وايه دي؟ يعني ايه؟ قولي ده، قولي ايه؟ عيد الحب. ايه؟ عيد الحب. هتعمل ايه في عيد الحب؟ عيد الحب احب امي واحب ابوي بس. لا هو في بس. يلا اعتبر ان انا قلت اللي انت عاوزاه. التالي ايه يا علي عامل ايه؟ وحشتنا. ايه يا حبايبي عاملين ايه؟ انتوا اللي وحشين والله. بص سفيان بابا اهو. يا سوف عامل ايه؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني يابا. انت كمان يا علي. حبايبي يابا. تاكلوا استفندي هتحط. خد يابا. هات حبايبي يابا. ايه ده وانا اللي كنت فاكرها فيديو كل ده. نايس ايديا. ماشي. التالي لو سمحت ممكن تقوم عشان عايزه اقعد هنا. لا مش هو. ممكن يا ابني تقوم وتقعدني مكانك؟ لا بقول لك لو سمحت ممكن اقعد معلش. صح والله انا بعمل كده برضو. لا طب ده حقد ولا هتوقع التليفون؟ ما انا لو مكانك هو منزل ازازه التليفون يقع. ده ايفون يعني هيكسر. لو ده حقد فلما انت بتصورهم ليه؟ ولا هما ماشي؟ يلا
جابوا لي مسؤول ولي قلت انا ما رايدة غير حبيبي وجوا عيوني هيبة تعبان مخنوق يا عيني. انا حزينة. مراجيح مولد النبي، ما هي يعني هنقول ايه؟ سوي التالي ابو زياد. يا ابو زياد ده انا معاك من زمان. انت وصلت قصر الكبابجي؟ هو ما تودونا قصر الكباب، مع اني والله ما باكلش من بره يعني، بس ماشي. لو قصر الكبابجي قال لي اكيد مش هقول له لا يعني. سلسلة مطاعم قصر الكبابجي بترحب بالراجل المصري البسيط اللي اتعرف بفيديوهاته على واخد بوزيشن. لا هو قاعد بقى خد الكرسي، ملا البوزيشن، ملا مكانه، ملا بلده. السوشيال ميديا البسيطة كل يوم هو بيتغدى بعد الأكل. بيتغدى بعد الأكل. شرفنا في قصر الكبابجي يا أبو زياد. بيتغدى بعد الأكل. اتفضل. قصر الكبابجي اتشرف بوجودك معانا ومنور. لا مهم برستيجه عالي قوي. قصر الكبابجي. خدامة يا اخواتي بعد الشغل. اديها في المزيكا، هو اشتغل على طول مع المزيكا. اديها ربع جد. يعني انت مسكت ايدك التانية. لا تجيد الدور بهذه الطريقة ابو زياد يعني. كفاية هو اتلسع في ايده التانية، فانا مش هقدر اكمل مع ابو زياد. يبقى سيب لي حتة. من الغدا الصينية. انا الغدا. احلى غدا. ايه ده نغزة هو ايه اللي وصل التيك توك الارياف؟ جات لي في قلبي نغزة. بعيد عن الموضوع ده، في احدى السنين كنت اعمل لدى شركه مسحوق غسيل كمندوب مبيعات. فكنت بلف في الكوره والنجوع والغيطان والارياف. ف بان لفي في هذه المناطق صادفت صدفه العينه وان هم كلهم لابسين نفس الجلابيه دي. انا عاوز اعرف مين اللي باع الجلابيه دي. ده باع اكتر من 20 مليون. ده كسب كام؟ مش عارف. فلو حد يعرفه يا ريت يوصلني بيه، عشان مش اقول له انت كسبت كام، بس انا عاوز اساله بس. هو ملحوظه، انت نسيتي البنطلون وها وهي والشغل ده مش مهم. تمام. هو ليه بتاخدوا اللي بيتقال في الاغنيه؟ هو تقريبا انتوا اللي بتعملوه، فبتطلعوا الاغنيه عليه. انتوا بتعملوا ايه؟ ازاي فودكا دي؟ يلا ماشي اللي بيصور بقى الليله خمر ونساء ربنا ياخدكم ان شاء الله. التالي بس يبقوا يصدق اللي هو عايزه وبابا عليه. ليه كده يا ابو جاسر؟ ليه؟ هو عايزه وبابا عليه. وعلى اللي جايبه كابتن جاي يختك في نايلون. عندي كرامه عمري ما ابقى زيه. انا عندي كرامه خد بعضي وامشي مفيش حد كفيل يعكر لي ده اما اديله لا لا انا هتسحل معاك يا ابو جاسر. لا التالي ايه ده؟ دي زباله دي يا نهار ازرق. طبعا انت احسن والله، عشان تقعد جوه تشربوا. ارحم اهلي يا منصور. وهم من اهلك لحموا اهلي يا لوعه. نحموا اهلي يا نوعه. يا نهوي بنو رجعت تاني. انت مش كنت مديون ب 40,000 جنيه ولا حاجه زي كده؟ 40,000 جنيه اللي تدين بيهم؟ انت مش شغلني يالا. ما انا قلت لهم واحد ليه ده تقول الكلام ده؟ ليه تقول انت ليه؟ لو بتحبني بجد ارجع عندي في دماغك. انا طول عمري بحبك، بس لا القصاص اخلو قصاص والطال ده ملزم بيه عندنا في بلد. القصاص اخلو قصاص والطال اخلو طن. هو ده ايه؟ استاذ بانو انت بتقول ايه؟ يبقى انت كده بتخسرني ومصمم ان انت تخسرني ومش باقي عليا. ليه بتقولي كده؟ انا عمري ما خسرتك وبتاع. انا عندي بس فيك ملحوظه بس يا استاذ بانو. هو احنا ممكن نبريك الكاركتر شويه، ننزل البنطلون لتحت عشان كده مش غلط على المسائل والله العظيم مش هتخلف. خسرتك ولا عمري مبعدك، بس انت عارفه يعني انت عارفه الموضوع ده. انا مش عارف. العين بالعين والسن بالسن. لو ما رجعتش عندي في دماغك ولا تخصني ولا اخصك. ما اقتلش. هو ما يقتلش، هو مش هيعرف يرجع اللي في دماغه. انت لو مش عارف ايه اللي في دماغه. اتفضل. لازم عيلتك يدفع الثمن.
حق اللي عملوه في عيلتي. حتى اللي عملوه في حتى انت اللي اخترت يا منصور. بقول لك ايه يا خير يا منى. كنت عاوز اقول لك على حاجه. اختك روعه مالها؟ قابلت الزفت اللي اسمه منصور. منصور ده فيلم الشخيرة او الفطيرة، ده عمره ما يكون فيلم الجزيرة. لا انا محتاج اقلب الفيديو عشان انا كده محتاج دكتور ايه تخاطب. بعد الفيديو ده انا اروح لدكتور التخاطب يجي يرج لي لساني كده ولا حاجة. كفايه وقولي لي يا عين. انتوا اقنعتوا الكلب يعمل كده ازاي والنبي؟ الكلب اقتنع ازاي ان هو يبقى بهذا الثبات؟ بتجيب الدموع دي منين؟ كفايه اللي من كده انا عزمت شايله سنه 2003 كانت شايله 130 كيلين. الثقل ده 126 كيلين، سهل قوي بالنسبه لعصمت. ايه يا عصمت؟ ايه يا عصمت؟ تستعبطي يا عصمت ولا ايه؟ صعبات يا عصمت ولا شايفه تشيل يا عصمت ولا ايه؟ هو ايه ده؟ هو ابوها ده ولا ايه؟ ما تكونش ابوها والله العظيم. تستعبطي يا عصمت. صعبات يا عصمت يعني شايفه تشيل الوزن بتضحك ليه؟ الكابتن محجوب ولا ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ ليه بس؟ مع السلامه يا عصمت. يومنا ايه الخلافات الزوجيه اللي زادت بالشكل كبير جدا في الفتره الحاليه دي، واللي خلت نتيجتها الطلاق يبقى بالزياده. هو انتوا ده تلفزيون صح؟ يعني دي قناه تلفزيون. بص يا محمد انا بس عايزه اوضح الساده مشاهدين، الساده المشاهدين لازم يبقوا منتبهين معايا كده للكلام. المشاهدين ان في خلافات كتيرة قوي بين الراجل والمرأة، بس هي بيبقى العنصر الأساسي بينصب على إن في مشاكل بتبقى في الضرب، إنه ما بينفقش عليها النفقة. احنا عاوزين نجمع جمل، يعني عاوزين نرتب جمل عشان أوصل في الآخر. انتوا طالعين على التلفزيون ليه؟ غيرها مشاكل كتيرة، بس عايزة أسبب بترجع لأن هناك تفكك أسري. لا أنت كنت عاوزة تسببي إيه بقى اللي نرجع للكنافة؟ مفيش تفاعل بين الراجل والمرأة في عبء الحياة الزوجية. التفاعل بين الراجل والمرأة هو كلام كبير وحلو بس مش مترتب، يعني هو في كلام كبير بس مش محطوط في مكانه. اتفضل يا أستاذ. اللي هي البيئة الداخلية، فهو ما بيبقاش في تواصل فكري، هو بيبقى بره البيت مفيش تواصل فكري بين المرأة والرجل. هو بره البيت مفيش تواصل فكري بين المرأة والرجل. انت عاوزة ايه؟ عاوزة تليفون يعني تتكلمي معاه ولا؟ اتفضلي. في العلاقة الزوجية، فبالتالي بقى هو يعني بيدخل في مرحلة ده هبد، يعني ده فاضل ايه ربع ساعة في الامتحان فانت بتهبد اي حاجة لازم اديها مطرح خد. التطور الفكري في الثقافي ادى الى انشطار الذرة مما ادى الى انشقاق الاميبيا بالطول. اميبيا مين؟ ما هو يلا في مرحلة اللي هو ايه يعني ما بيبقاش عنده ادراك، بينقطع عن البيت، فبالتالي هو بيعمل ايه بقى حضرتك؟ بيجي من البيت ما بيبقاش عايز يصرف. ما هو مش هيصرف على الكلام ده ما يتصرفش عليه ولا يتسكت عليه. وكمان بيحصل بقى عملية ضرب، ما بيعرفش ايه الاطار البيئي اللي بيحصل جواه. انا عاوز اعرف يعني مين القائمين على هذا العمل اللي فيه، يعني انا عاوز اعرف القائمين دول عشان هنجح واحد كل واحد فيهم مختلف عن الاخر عشان ما يفكروش كده تاني. هنجحهم في دماغهم دخل ودانه كده ايه لغايه اما ايه جايز نقلب المخ من جوه ولا حاجه يعمل ايه. يلا البانجو مش بتاعي والله بريء. هي الناس بتقنع الكلاب كده ازاي؟ الكلاب مالها؟ بريء يا بيه، ده الذنب ذنب حامد هو اللي رمانا عليه وبيمشي. يعني الكلب مش يا ريت يركب عليه بقى، ده بيمشيه كمان. لو ما لقيتش يوم مواصلات شوف لك كلبه توصلك مش ماي يا لا والشبشب انا تقريبا حياتي بتتحرق على النت. ما بيهبطش والله ما بيهبطش فعلا ما بيهبطش. واحد راجل سبعيني. يلا ما بيهبطش. في نهاية حلقاتنا أعزائي الأطفال أحب أوجه الشكر لأسرة البرنامج الكرام اللي قاعدة تكتب على الواتس ورا وتقريبا إيه طلعت في الفيديو، ولو طلعت في الفيديو أنا وأحب ألفت أنظاركم
انه في تحت في الديسكريبشن ديك السوشيال ميديا، ممكن تبعتوا عليها، ممكن تعملوا منشن. احبكم. سلاحف.